قبل ما تشوف الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط على زر الاعجاب، وكمان ما تنساش تشترك في قناتنا البديلة كاريكاتون بالعربي. ويلا بينا على طول نتفرج على عروس الغول. في نهاية الجزء الاول كانت كازوكا جابت اوريو لانها اغمى عليها، ونبدأ بالجزء التاني وقالت انها عندها حمى والجميع بيكرهها ومحدش رضى يهتم بيها. وقالت كازوكا انها بتمرض بسرعة وسابت لها خافض حرارة وموسوعة تعرف بيها تعالج اوريو، وبتعمل اوي كمادات ليها، ولما قرأت الموسوعة عرفت انها اتصابت بالحمى لقربها من النار، وعشان تعالجها كفتاة تلج لازم تقدم لها أطعمة باردة. وبالفعل بتعمل لها ايس كريم ورفضت تاخدها منها، وقالت لها اوي انها لازم تاكل علشان تخف. وبدأت اوريو بالفعل تاكل اكلها وعملت لها مثلجات بطعم الكرز. وسألتها اوي هل هي متعينة في وظيفة المضيفة، فقالت لها وقالت لها رغبتها الملحة في الشغل بسبب السيد الغول علشان يحترمها لانه بيكره الناس اللي ما عندهمش طموح. ففهمت اوي ان جودة في العمل هو اللي هيساعدها يقدر عملها. وسألتها اوي انت بتحب السيد الغول لدرجة انك كنت عايزة تخلصي مني، فقالت لها طبعا المنصب اللي انا فيه ده بسببه. قالت اوريو انها اتولدت في ارض الشمال وكانت اسرتها فقيره، وبعتتها لبلد تانية تشتغل كخادمه، وعشان هي قرويه ومتعرفش العادات دايما السيده بتاعتها كانت بتضربها وبتوبخها. وبعد سنين من شغلها عندها اخدتها في مره لزياره تنجن، وفجاه وقعت وكسرت الطبق الغالي الهديه للسيد الغول، وفضلت تضرب فيها ووقفها السيد الغول وانقذها وخلاها تشتغل في خدمه الغرف عنده، وانه برضه انقذ مدير مكتب الاستقبال اكاتسو واخته سوزان. وقالت اوريو انها اشتغلت وبقت كويسه في شغلها علشان يقدرها ويحس بوجودها، لكنه ما اهتمش بيها من ساعة ما اوي حضرت. بتفتكر اوي لما سابتها امها محبوسه وما راحت لهاش ابدا، وفجاه ظهر لها الاياكاشي. فجاه لقت هديه الطبق البلوري والسيد الغول كاتب لها استخدميها، وراحت تودي الايس كريم لسوزان في الطبق، وفجاه لقت خناقه كبيره جدا ما بين سوزان واخوها اكاتسو، وكسروا الغرفه بسبب انها بعد ما عرفت ان شيرو جد اوي مات فقالت انها تروح تعيش في العالم الحقيقي. وقعت اوي وسوزان مصره على رايها وراحت رمياه من الشباك، وفضل يضحك السيد الغول على شكل اوي لما وقع عليها الايس كريم. وصلح الغرفه العمال وغيرت اوي لبسها، وسالت السيد الغول ايه سبب الخناق، وقال لها ان اكاتسو وسوزان كانوا في العالم الحقيقي، وحصلت مشكله كبيره في العالم الحقيقي بسبب هجوم عنكبوت من الاياكاشي على الناس. ساعتها اتصدى ليه جدها شيرو وضربه وتكفل بيه هو واخته. والغريبه ان اكاتسو ما كانش بيحب شيرو ابدا، لكن سوزان كانت بتحبه جدا. وبعدها بكتير طلب منه شيرو ياخدهم للعالم الخفي، واشتغل اكاتسو في تنجن، وسوزان اتدربت علشان تبقى مغنيه في العاصمه. وكان شيرو بيروح لها كتير يسمع غناها لكنه ما زارهاش من 10 سنين، وقال لها الظاهر انها مصره تعيش في العالم المرئي. قالت اوي ليه ان حياه الاياكاشي شاقه في العالم المرئي، وسالها لو الهديه عجبتها، فقالت انها عجبتها جدا. وسالته تاني على طعامه المفضل، فقال لها انه ما بيحبش يقول لحد علشان ما يبقاش نقطه ضعف ليه، وقال لها انها لازم ترجع للملحق تنام، وقال لها تبدا العمل من الغد. ولما سالها هل هي عايزه ترجع للعالم المرئي، فقالت طبعا لانها بشريه بس بعد ما ترد دين جدها. تاني يوم بتصحى اوي ولقت اوريو اتحسنت، وشافت اكاتسو مرمي على الارض بعد ما اتحدف من الفندق، وطبعا اتشاكل معاها وقال لها تمشي وتسيبه، لكنها اخدته وعالجته، وفضلت تقرا ازاي تقدم له العلاج، وطلبت منها اوريو الاكل، وبالفعل بتعمل ليهم الاكل. وقالت اوريو ان اكلها بيعيد الطاقه، وعملت لاكاتسو الاكل واوريو وفضلت تاكل. وقالت اوريو انها ترجع تنام لان السيد قال لها تحبس نفسها. بعد ما اهتمت اوي باكاتسو قالت له انها تروح لاخته سوزان، ولما حست ان هو لسه ضعيف قالت له انه مش هيستعيد طاقته غير لما ياكل. بتروح اوي لسوزان بعد ما بتقدم لها الايس كريم وشكرتها على اهتمامها باخوها، وقالت لها ان الايس كريم بتاعها بيفكرها باللي كان بيشتريه لها جدها شيرو. وقالت ان بعد ما اتقتل افراد اسرتهم على ايد حد من البشر فضلوا يمشوا في كل مكان في العالم الحقيقي يبحثوا عن مكان امن يعيشوا فيه، لكن اخوها كره البشر جدا وكل مره يهجم عليهم تزداد قوته. لكن في يوم شافوا جدها شيرو وهزم اخوها واخدهم واعتنى بيهم. وقالت انها حبت الزلابيه اللي عملها لها جدها ساعتها، واخدهم في بيته ساعتها واهتم بيهم، وفضلوا في البيت لمده كبيره، واتعلم اخوها الطبخ منه وعلمه كمان القتال، وعاشوا مع بعض فتره من حياتهم كويسين لحد ما اخدهم في مره شيرو ودوهم للعالم الخفي، لكن قال لهم ان الحياه صعبه عليهم جدا في العالم الحقيقي وانه هيروح يزورهم من مره للتانيه، وسلمهم للسيد الغول ساعتها ونقلهم للعالم الخفي. وقالت انها مصره تعيش في عالم البشر وتكون قريبه لقبر شيرو. وبترجع اوي لاكاتسو بتلاقيه لسه مريض، وغضبت منه وعملت له اكل واكلته غصب عنه، واستعاد طاقته على طول، وقالت له انه هيندم لما ودعش اخته قبل ما تمشي، وقالت له انه عنده فرصه يشجعها ويودعها قبل ما تمشي ولازم يطبخوا سوا. وراح لها جه
جينجي وجاب لها بقالة اليوم وسألها على طبيخها، فقالت ان الطبيخ هيكون من اكاتسو لاخته سوزان. وبالفعل بيحضر اكاتسو لاوي تاني يوم، وبالفعل بيساعدها يعملوا الاكل لسوزان اخته، واوي سعيده جدا بيه. وبيخلص الطعام وبيعجب اوي، وقال اكاتسو انه زي طعم اكل شيرو، وقال لها ما تجيبش سيره لاخته ان هو اللي حضر لها الطعام. وبعد ما داقت سوزان الاكل عجبها جدا وفكرها بشيرو، وعرفت ان اخوها ساعد اوي. ولما سالتها اوي عرفت ازاي، قالت من طريقه لف الطعام، وقالت ان اخوها عنيد جدا، وقالت يكفيها انها تعرف ان هو بيحبها. وتاني يوم بيجي ميعاد سفر سوزان للعالم المرئي، وفجاه بيظهر ياهاتا وعشيرته بيدوروا على سوزان، وبيطلبوا تسليم سوزان ليهم والا هيخربوا فندق تنجن. وضربوا اخوها اكاتسو. فهمت اوي ان السيد الغول عايزها تروح مع سوزان، وقال لها تاخدها لمكان امن في العالم الحقيقي، وادت لها اوريو الطعام اللي هي عملته. وركبوا العربه، وسوزان بتعتذر لاوي انها ورطتها معاها، وبتطير العربه. ولما بيضرب عليهم كبير خدم ياهاتا وقفها اكاتسو، وبتفضل عشيره ياهاتا ترمي عليهم المدافع ومنعها اكاتسو. وبتوصل سوزان للعالم المرئي اخيرا، وظهرت قبر شيرو وهي سعيده. وبتودع اوي سوزان، وبتتحول سوزان لاياكاش العنكبوت. وبتروح اوي علشان تشتري الطعام من السوبر ماركت، وبتشوف تشيبي في الطريق وقال لها تاخده معاها. وفجاه اوي وهي راجعه لقت السيد الغول، وقال لها انه هيرجعها للعالم الخفي. بعد ما بترجع اوي للعالم الخفي، بيجهزوا للمطعم اللي سماه ماتسوبا زهرة القمر، وحضرت انواع كتيره جدا من الطعام لاصدقائها، وهم فرحانين باكلها جدا. ولما زارها السيد الغول قدمت له الطعام وشكرها على ذوقها في الطبخ المميز، وعرف ان الافتتاح هيكون في الغد. واخدت اوي تشيبي معاها للعالم الخفي، وقال لها لما غطس السمك كان هياكله لانه هو صغنن واكلته. والطباخين متضايقين منها جدا. بتلاقي كميه قشر موز على الارض، واكتشفت ان هم الطباخين، وقالوا لها انها مستحيل تتفوق عليهم ابدا. وبعد ما نظفت المكان هجم عليها شخص علشان يقتلها، لكن فجاه ظهر اياكاشي تاني وحماها وقال لها تبعد عنهم، وقامت ما بينهم معركه. وبعدها اتزحلقت اوي وانقذت اللي بيقاتل علشانها بمروحه التنجو المقدسه، وهجم على الاياكاشي اللي انقذها وهرب. واطمن على اوي وقال لها ان اسمه ساسكي، احد حراس الامن في فندق تنجن، وان هم من فصيله الكاما، وان شغلانتهم ان هم ينظفوا الحديقه الصبح وبعد الظهر يحرسوا القصر. وبالفعل صفر وتمت نظافه الحديقه بسرعه جدا بقوته، وفرحت بيهم جدا اوي وعالجت جرحه وشكرته على انقاذه ليها. ولما حست ان هو جعان قدمت له الاكل، ولما اكله اتبسط بيه جدا. ولما شافه تشيبي قال له انت اخضر وانا اخضر تبقى ضعيف زيي، وراح فضل يمسك في خدوده ويشدها. وقال لها تشيبي اوي ارجوكي هاتي لي خيار اكله. ومدحت اوي ساسكي لانه بيعرف يقاتل رغم صغر سنه، فقال لها انه اكبر منها وان هو بالظبط قد جدها شيرو، وانه من 80 سنه كان بيشتغل في تنجن لحد ما كان في الاول بيكره عمله. واتعرف بعدها على شيرو وكانوا بيسهروا سوا وكان بيحترمه جدا، وكان جدها شيرو قوي جدا محدش يقدر يهزمه. وقال لها انها شبه جدها جدا، وقالت له الجميع بيقول عليها كده، وشكرها ومشى. وعرف ساسكي السيد الغول ان في قاتل مأجور كان عايز يقتل اوي وهرب منهم، وسأل السيد الغول على اوي وقال انها بخير. تاني يوم بتجهز اوي للاكل للوليمه، واخدها السيد الغول في جوله وقال لها جينجي مش عايزه تاكلي اكل طعمه جميل. وفرحت بالسوق جدا اوي، وطلبت منهم تمشي لوحدها في السوق، وقالت لو حد هاجمها تستخدم مروحتها. وقالت لها واحده انها عرفتها من الجريده اليوميه وهي عروس الغول، وكل الناس بتتكلم عنها، وخصوصا النساء من الاياكاشي اللي بتحب السيد الغول. وبتدور اوي على قناع شبه الاياكاشي اللي انقذ حياتها، لكنها شبهت على اياكاشي وفضلت تجري عليه وفضلت تمشي وراه وراحت له، لكنها لقيته شكله مختلف. فضل يلف حواليها وعرف انها فتاه بشريه، لكن السيد الغول عرف مكانها وانقذها. وقال لها جينجي ان اسمه السيد كوسكي، وانهم التجار اللي بيزودوا فندق تنجن بالخضار والفواكه. واخدها السيد الغول واكلها طعام لذيذ جدا، وادالها جينجي فكره انها تضيف نوع الاكل ده لقائمه طعامها. وعرف السيد الغول ان جينجي حول نفسه لشكل طفل علشان يخلي السيد الغول يدفع ثمن الاكل. قال لها السيد الغول ان جينجي كان بيشتغل في الفندق المنافس، وبعدها اخده عنده. وفي نهايه اليوم بيرجع السيد الغول اوي لمكانها، وقال لها السيد ان اهم من شغلها هو العلاقات واللقاءات اللي هتنجح شغلها. وبتحضر اوي حفل استقبال الجميع وافتتاح المطعم، وبتشكر التنجو اللي حضروا واتبسطوا واكلوا اكلها كله. لكن للاسف بعد اسبوع من الافتتاح ما ظهرهاش ولا زبون للمطعم. وفجاه بيروح لها جينجي وبيقول لها تعالي بسرعه استدعانا مكتب المحاسبه. وبالفعل بيدخلوا المكتب كبير جدا، وبيظهر لهم رئيس مكتب المحاسبه بياكيا. قال لها رئيس قسم المحاسبه ان المطعم على وشك الافلاس، وقال لها انها لو فشلت هتتجوز السيد الغول. وقال لها ان جدها كان زيها بيفكر بعد ما يتصرف، وكان دايما جدها هو السبب في الخساره فندق تنجن، وكسر وعاء لا يقدر بثمن ده غير الكوارث اللي سببها. قال لها عموما لو الايرادات ما ارتفعتش خلال شهر هيتم اغلاق المطعم. ولما بتدخل اوريو لاوي قالت لها اوي
قوي مش هينفع تاكلي بالمجان تاني. قالت اوريو انها لازم تعمل صندوق غذاء لضيف في الفندق، ورغم ان هو كاتب مشهور لكن بسبب تاخيره عن عمله فهو ما بقاش ياكل. ففكرت اوريو تعمل له قوي صندوق طعام لمده اسبوع واحد بس. عرفت قوي ان مش هيجي لها زباين اليوم، وشافت السيد الغول وطلبت انها تتمشى معاه لمنطقه الينابيع، وفرحت جدا بالمكان وقال لها انه بيضيفوا ليها مواد وبيسلقوا فيها البيض، واخدها معاه واستضافها وقال لها انه هينشفها من البلل. ولما حاولت تنشفه عرفت ان هدومه كلها اتبلت لانه كان بيحميها هي من المطر، وبدا ياكلها البيض والعصير واعجبت بطعمهم جدا. قال لها السيد الغول انه بيحب يجي المكان ده لوحده يفكر، لكنه سعيد انها شاركته وحدته، وقال لها مشكله المطعم هو مكانه، ولما تسمح له الفرصه هيكون زي الحجر الكريم المخفي، ومش لازم الاستعجال وتاخد وقتها، وهو واثق فيها وفي اكلها. وفضلت تردد كلامه وتفتكر هتاكل الكاتب ايه، وحضرت له اخيرا الاكل. وبعد اسبوع زارها ضيف لابس قناع.